نسخة ويندوز مظبوطة وهتخلي حياتك مبسوطة. نسخة 7 خفيفة لأي جهاز إمكانياته ضعيفة. ركز معايا في الشرح كويس جدا وما تنساش تصلي على النبي، عاملة بلايك، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. السلام عليكم، معاكم طارق جاد، وزي ما سمعت كده في مقدمة الفيديو النهارده جاي اعلمك ازاي تثبت نسخة 7 خفيفة للأجهزة الضعيفة. ركز معايا في الشرح كويس جدا ويلا بينا ندخل في التفاصيل. من خلال الرابط اللي هسيبه لك اسفل الوصف هيدخلك على رابط التدوين الخاصة بموضوعنا النهارده. كل اللي عليك يا صديقي بس هتنزل كده لأسفل التدوين هتلاقي رابط مباشر ميديا فاير لتحميل النسخة اللي معانا النهارده، وحجمها صغير جدا 600 ميجا و50، يعني 650. بعد ما بتنتهي من عملية التحميل بيظهر معاك ملف الايزو الخاص بالويندوز بالشكل اللي انت شايفه ده داخل مجلد الداونلود. وعلشان نبدأ في عملية التثبيت احنا هنستخدم التثبيت باستخدام الفلاشة، وفي الفيديو ده اللي هيظهر لك في الاشعارات دلوقتي وكمان هسيبه لك في الوصف اتكلمنا فيه عن طريقة تثبيت اي نسخة باستخدام الفلاشة بخطوات سهلة وبسيطة، بداية من تحميل النسخة وحرقها على الفلاشة وكمان اعدادات البايوس وازاي تعمل خطوات سهلة وبسيطة بالترتيب علشان تثبت النسخة بدون اي مشاكل. فلو حابب تتعلم الطريقة ادخل دلوقتي على الفيديو ومش هتندم خالص. اولا وعلى حسب السيستم بتاعك بتدخل لاعدادات البايوس سواء من ديل او من F12 او F10، وبعد ما بتدخل لاعدادات البايوس الخاصة بيك بتبدأ تتجه لقائمة اسمها بوت، ومن داخل البوت سيتنج هنبدأ ندخل على البوت ديفايس. هيظهر معاك وحدات التخزين بالترتيب اللي بيبدأ السيستم عندك يشغلهم بيه. طبعا احنا عايزين ندخل للفلاشة اول حاجة علشان نثبت منها النسخة، فلازم الفلاشة تكون رقم 1 زي ما ظاهر قدامك كده. طبعا لو انت الفلاشة عندك بعد ما ركبتها ظهرت معاك تالت واحدة او رابع واحدة او ما ظهرتش اصلا، كل اللي عليك في اول اختيار ده هتضغط انتر وهتدور على اسم الفلاشة بتاعتك او جنريتك فلاش ديسك وتبدأ تضغط انتر كمان مرة علشان تظهر بالشكل اللي انت شايفه ده. بعد ما بتخلص كل الاختيارات دي هتضغط F10 من الكيبورد علشان يبدأ يحفظ الاعدادات اللي انت عملتها ويبدأ يعمل اعادة تشغيل للجهاز بتاعك. هيبدأ يعمل معاك اعادة تشغيل الجهاز بالشكل اللي انت شايفه ده، وبعد كده هتظهر معاك رسالة في الاعلى زي ما انت شايف كده. كل اللي عليك بس هتضغط قبل ما تنتهي هتضغط على اي زر في لوحة الكيبورد عندك علشان يبدأ يدخلك لتثبيت النسخة. بننتظر بالشكل ده زي ما انت شايف كده بدأ يدخلنا للنسخة اللي احنا عايزين نثبتها. هتظهر معاك اول واجهة بعد التحميل فيها اختيار اللغة، طبعا ممكن تسيبها زي ما هي وطبعا ممكن تختار اللغة العربية، وهيبدأ يظهر معاك اختيار بسيط جدا وهو انستل ناو علشان تبدأ تثبت النسخة. تضغط عليه هيبدأ يوجهك لصفحة فيها سياسة الخصوصية، هتوافق من تحت كده من خلال الضغط على علامة صح وبعد كده هتضغط نيكست. هتظهر معاك الواجهة دي باختيارين. الاختيار الاول هو الابجريد، طبعا لو انت عندك نسخة وعايز تحدث من غير ما تحذف النسخة الموجودة، وفي الاختيار التاني الكاستم ده اللي بيبدأ يوجهك للبارتيشن بتاعك في وحدات التخزين علشان تبدأ تختار البارتيشن اللي انت هتثبت فيه وتقدر ان انت تتحكم في الملفات، تحذف الويندوز القديم، وده اللي هنشوفه دلوقتي. فهنبدأ نضغط على الكاستم وبيدخلنا للواجهة دي. طبعا هو مختار النسخة اللي احنا هنثبتها، نضغط نيكست، وهنا طبعا اختيار الهارد ديسك، وفي الاختيار ده بتبدأ تختار البارتيشن اللي هتثبت فيه النسخة. طبعا زي ما انت ملاحظ كده انا الهارد بتاعي ما فيهش ولا بارتيشن، المساحة كاملة صافية زي ما هي، لسه الهارد جديد، فهبدأ ان انا اقسمه علشان ابدأ اثبت النسخة. وطبعا لو انت حابب تتعلم ازاي تقسم الهارد بتاعك اثناء تثبيت النسخة او من داخل الويندوز من غير ما تعمل تثبيت للنسخة ومن غير ما تستخدم اي برامج،
هسيب لك الفيديو ده عندنا على القناة، ارجع له هيعلمك كل الخطوات بالترتيب، تقدر تعمل كل حاجة بنفسك بخطوات سهلة وبسيطة من غير ما توديها لأي مبرمج أو مهندس كمبيوتر. بعد ما قسمنا الهارد بالشكل اللي انت شايفه ده، طبعا هنبدأ دلوقتي نضغط نيكست علشان يبدأ في عملية تثبيت النسخة. بتنتظر هنا فترة بسيطة جدا جدا بيتم فيها تثبيت الملفات الأساسية للنسخة، وبعد ما بينتهي من عملية تثبيت الملفات الأساسية بيبدأ يعمل إعادة تشغيل الجهاز ويبدأ يدخلك للنسخة بتاعتك من غير ما تضغط على أي حاجة خالص. تنتظر كده لحد ما يبدأ يثبت الملفات بتاعة النسخة، ومجرد الانتهاء هتفتح معاك النسخة بالشكل اللي انت شايفه ده. نسخة سهلة وبسيطة جدا وخفيفة جدا جدا على الجهاز الخاص بيك، وأحسن مليون مرة من ويندوز اكس بي. وزي ما انت شايف أنا مثبتها على جهاز بنتيوم 4 بإمكانيات ضعيفة جدا جدا، ورامات أنا كنت حاطط له رامة نص جيجا وكان شغال زي الفل، زودته بس خليته رامات 2 جيجا وشغال 10/10. نسخة سريعة جدا وسهلة جدا وهتحبها جدا جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية تثبيت الويندوز، ويا رب تكون المعلومة وصلت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.